الكويت والسعودية بلد واحد، وهناك من يعمل ضد السعودية وضد الكويت، والقرار يصير واحد. احنا بالعراق نتذكر هذا كله زين، نتذكر من سواها الملك غازي بال 1938 ووقف الملك عبد العزيز بن سعود ضد هذه المحاولة، ونعرف كل زين من عبد الكريم قاسم بعيد استقلال الكويت راد يحتل الكويت، والجيش السعودي كان أول الجيوش الواصلة للكويت. ونتذكر كل زين كيف وقفت الكويت مع السعودية في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، ونتذكر كل زين كيف عرف الملك فهد أن صدام حسين عنده نوايا مو زينة وتالي جسد صدام حسين بتجاوز حدود الكويت واحتلال الكويت وإلغاء الكويت. ووقف الملك فهد في حينها، الملك فهد في حينها كنا نذكر كلامه، قال إذا راحت كرامة الكويت راحت كرامة السعودية، لا يوجد كويت وسعودية، هناك بلد واحد، فإما أن نعيش معنا وننتهي. فكانت الكويت، وهاي على طول 119 سنة من يوم حل الملك السعودي على الكويت بعد أن ذهبت عاصمته الرياض في حينها إلى اليوم، الكويت تقف مع المملكة العربية السعودية وما وقفت الأمير مشعل بن أحمد الجابر الصباح في 10 من مايو من أيار من مايس 2024 إلا رد سعودي، إلا رد سعودي. ردت المملكة العربية السعودية، الذي جرى في الكويت هو رد سعودي عليهم، إسلاميين، إخوان، إيران، عوامل اللا دولة، البيئة الغير مستقرة الموجودة في المنطقة بعد 7 أكتوبر. أنا ما أريد أجيب تفاصيل، شوفوا الحلقة زين. يتكلمون عوامل اللا دولة عن دولة داخل مجلس التعاون الخليجي تشتغل ضد كل ضد كل دول مجلس التعاون الخليجي. منو اللي أنقذ الكويت سنة 90؟ الملك فهد. ولو مو الملك فهد لو مو السعودية ما حد قدر يحرر الكويت من صدام حسين. واليوم نفس الشيء. حلقة اليوم مهمة شوي.